سلام الله عليكم إخواني أخواتي، نتمنى من الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو هذا الإخوان غادي نهضروا على ثلاثة ديال الأمور، وبالخصوص أن هذه الأمور هذه جد مهمة. هاد الأمور هذا الإخوان بالنسبة للأمر الأول اللي غادي نهضروا فيه إن شاء الله في هذا الفيديو، غادي نهضروا على أساس بشرى اللي كما كتعرفوا اللي كانت هي الخادمة اللي كتجيبها لبنى أو اللي كتستعن بها لبنى في أي وقيته كانت بغات اللي يعاونها واللي يساندها، وفعلا هي كتمشي لعندها في جميع الفترات وكتصنعها فيديوهات، واكيد انها شاركت معها بزاف ديال الامور. فغادي نهضروا على اساس داك الموضوع، نهضروا فيه على اساس واش فعلا هي كانت عارفه بزاف ديال الحوايج او لا مجرد هضره كتقال، ولا مجرد واحد تاكتيك كما كنقولوا اللي غادي يقوموا به عاوتاني على اساس المسلسل الجديد من بعد ما دخل لبنى اليوتيوب عاوتاني. وبالنسبه للقضيه اخرى الاخوه اللي غادي نناقشوها ان شاء الله في هذا الفيديو، فغادي نناقشوا داك اللايف اللي دارته يسرا في القناه ديالها، وناقشات الموضوع اللي متشبت بالام ديالها وقالتها بواحد الطريقه اللي اكيد انه غادي نلاحظوا فيها بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال الامور اللي خاصنا نعرفوها الاخوان. وغادي نهضروا في نهايه المطاف الاخوان على اكيد على اساس السبب ديال الغياب ديال لبنى. من بين هذا الغياب هذا الاخوان الهاتف، شنو وقع الهاتف بالضبط؟ فلهذا الاخوان غادي نحط لكم التفاصيل، وغادي نحاول ما امكن اني نفصل لكم بالتفصيل باش نتوما تفهموا شنو واقع بالضبط في اليوتيوب، واكيد انه نايضه قرباله في الكواليس. المهم اخوان هذا هو الموضوع ديالنا اللي غادي نهضروا فيه اكيد، فنتمنى انكم تشاهدوا لا فيديو من البدايه حتى النهايه، وما تنساونيش الاخوان باللايكات ديالكم وبالتعاليق ديالكم وبالبارطاج. نتمنى باش انكم تبارطاجوا هذا الفيديو ديال اوسع نطاق ممكن باش انه يوصل كاع الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. دابا الاخوان على بركه الله ونبداو في صلب الموضوع، واللي نطولوا نقصروه كما كيقولوا الوالا. المهم اخوان بالنسبه لاول حاجه غادي نهضروا فيها الاخوان في هذا الفيديو هذا، فغادي نهضروا على بشرى اللي هي الخادمه اللي اكيد انها كتعيط عليها لبنى كل مره باش انها تعاونها وتساندها في المنزل. وبالنسبه لهاد الانسانه هذه من بعد ما خرجت لنا وقالت حكا لا راه غادي نفجر واحد القنبله ديالها بواحد الطريقه اللي الناس ما كانوا كيظنوا بلي ان هاد الانسانه هذه غادي تنقز من بعد ما وقعت الكارثه لبنى، ومن بعد ما كيقولوا بلي انه تم الاعتداء على لبنى، فمباشره خرجت لنا بشرى وكتقول بلي انها غادي تفجر بعض الحقائق، لدرجه الاخوان فعلا انها كانت غادي تفجر هذا الشيء كامل. ولكن من بعد ما جاها اتصال هاتفي او جاها واحد الميساج او جاها شي حاجه نغزها شي حد، فمن بعد ما حست بداك النغز مباشره من بعد فقالوا لها الناس فينا هي ديك القنبله اللي كتقولي بلي انك غادي تفجريها، فينا هما دوك الحقائق اللي قلتي غادي تقوليهم. فاكيد قالت لهم لا حقا انا غير درت هذاك الشيء على اساس انه يعني نثير الانتباه ديال المتتبعين باش انهم يدخلوا لعندي، لان القناه ديالي راه هبطت. فالاخوان فالحقيقه الاخوان اللي خاصكم تعرفوها ان فعلا هذه الانسانه هذه كانت باغا باش انها تفجر شي حاجه، ولكن من بعد ما جاء اتصال هاتفي قررت عاوتاني باش ان ما تقول حتى شي حاجه، وقررت باش ما تقول والو، وحاولت باش انها تكتم الموضوع عاوتاني. علاش؟ لانه جا داك الاتصال الهاتفي من طرف شي حد اللي اكيد حبسها باش نقولوا لا حقا هي ندمات، او لا على اساس ان هي ما قالت ديك الطريقه باش انها تجيب غير المتتبعين، الا وانه كتبقى مجرد كلام اللي هو خاوي لا اساس له. ولكن الاخوان ان الحقيقه فعلا عندها ما يثبت، وغادي نهضروا على اساس القضيه ديال ما يثبت راه ماشي غير اجي يقولها، لانه ماشي على قضيه زين المحارم، وانما هي عندها بعض الحقائق على الولاده ديال لبنى وعلى البنوته ديالها، اللي اكيد غادي نعرفوا فيها بزاف ديال التفاصيل، اللي اكيد كون كانت هي فعلا خرجت بداك الحصري كما صرحات، او كون خرجت بدوك التصاريح اللي قالتها هي، ولا بديك الطريقه اللي كان قالت بلي انه غادي تفضح كل شيء، فاكيد اننا غادي نسمعوا الكوارث. لان الاخوان هذا الموضوع هذا راه جد حساس، وحنا عارفين بلي ان هذيك الانسانه شاركت معها بزاف ديال الامور. وما ننساوش الاخوان، نساوش واحد النقطه مهمه، انها كانت هي كتشد الهاتف ديال لبنى فاش كانت كتصورها ولا شي حاجه، اكيد غادي يطلعوا ميساجات كما وقع مع ديك السيده اللي كاينه في كازا اللي هي الصديقه ديال يسرا ولبنى، من بعد ما خرجت كتفضح فيهم في القناه ديالها. قالت لك كانت كتشد الهاتف وكتشوف الميساجات وكتشوف بزاف ديال الامور. داك الشيء كذلك هو مثال مع هذه السيده هذه الخادمه، اللي اكيد انها حتى هي راه شافت بزاف ديال الامور اللي كانوا كيطلعوا لعندها في الهاتف ديال لبنى فاش كانت كتصورها. فلهذا الاخوان كما قلت لكم ان ديك الانسانه فعلا هي عندها قنبله موقوته وشاده عليهم شي حاجه اللي هي صحيحه. وما نساوش الاعترافات اللي اعترفوا فيها
يعني القنوات من بعد ما كانوا كيقولوا بلي ان ديك الانسانه راها كتسجل، راها كدير، راها كتفعل، يعني من بعد ما اكتشفات لبنى بلي ان راه كدير هاد الامور هذه، مشات قالتها للعجوزه وقالتها لبعض القنوات وقالت لهم بلي انه هاد الانسانه راها خطيره علينا، واكيد انها شدات علينا يعني امور خطيره. فلهذا الاخوان ما غاديش نقولوا لا حكا ديك الخادمه يعني ما عندهاش ما يثبت ولا ما عندهاش شي امور، ولكن هي شدات عليهم امور اكيد كارثيه. فلهذا خاصهم ضروري يحاولوا ما امكن انهم يتمشوا معها غير بشويه بشويه باش انه ما توقعش لهم شي كارثه. وما نساوش انه بالنسبه للبنى يعني في ديك الفتره فاش عاقت بها واش عندها هي، يعني عندها واحد الطريقه باش انها تمشي وديكلاري بها ويدوز يعني الهاتف ديال ديك الانسانه في الخبره، ولكن قالت لها حكا راه كانت كتصيفط لشي نمره، يعني واخا كاع نديروا معها داك البحث وداك الشيء ولكن راه كلشي تصيفط يعني تسرب داك الشيء، فما كاينلاش ان نديروا هاد الطريقه هذه، ونحاول ما امكن اننا حنايا نكسبوها بواحد الطريقه معينه، اننا نقول لها حكا راه كنتي معنا وبلي انه هما ما يخسروش ليها الهضره. ففعلا ديك الطريقه اللي استعملوا باش انهم ما يطيحوش في الفخ. دابا الاخوان غادي نمشيو مباشره وغادي نهضروا على اساس الخرجه اللي خرجتها يسرى في القناه ديالها، اللي اكيد انها حكات على بعض الامور وحكات على الحلم ديالها اللي حلماته يعني في المنام ديالها. واكيد ان داك الشيء كامل حنا بغينا نوصلوا ليه، انه بالنسبه لها هي بغات باش انه تاكد لكم لان الطريقه باش كانت كتهضر وكانت كتقول الام ديالها يعني كتقول ماما وكتقول اللي اكيد ان ما كانتش كتقول داك الاسم ديالها، لانه كانت ديما الا كانت بغات تذكرها ولا بغات تهضر عليها كتقول هذيك اولا تقول ديك الانسان اللي معاها انا دعاوي معاها وديك الانسان اللي كتجرجني انا وياها، يعني كانت كتقولها بواحد الطريقه يعني غير لبقه. ولكن من بعد ما اعترفات وبدات كتقول ماما ماما يعني في لا فيديو، اكيد ان الناس يعني ولاو كيقولوا بلي انه راه كاينه شي حاجه في الخاص اولا بالنسبه لهاد الانسان هذه غادي تصالح مع الام ديالها. واكيد فعلا انه هذا الامر هذا كما قلت لكم اي واحد غادي يقول هذه الطريقه هذه ولا غادي يقول هذه الخلاصه هذه، ولكن الاخوان الحقيقه غادي نكتشفوها من بعد ما خبرات هذيك نقول لها غادي نفسر لك داك الحلم اللي حلمتي به، وقالت لي بلي انك راه غادي ترجعي مع الام ديالك. قالت لك وانا غير سكتي لان في الاول كانت باغا وكانت يعني متشبته باش انها يعني تعرف الحقيقه وتعرف الطريقه ديال الحقيقه ولا كيفاش يعني تفسير ديال الحلم ديالها، ولكن من بعد ما سمعت بلي انها غادي ترجع مع الام ديالها قالت لها حكا كون غير سكتي احسن لك، كون غير ما هضرتيش. يعني هنا غادي نزيدو نتاكدوا بلي ان هي ما كتحملش الام ديالها، ولكن حنا عارفين بلي ان الهرمونات ديال الحمل ديالها اللي اكيد انه كيلعبوا ليها في المزاج ديالها، واكيد انها عندها تقلبات يعني في لا ميزاجور ديالها. يعني كل مره غادي تشوفوها مرات تبغي يعني يكون عندها واحد الاحساس ديال البكاء، مره غادي يكون عندها الاحساس ديال انها فرحانه، يعني جميع الاحاسيس كتجمع عليها. هادشي حنا كنعرفوه بالنسبه للنساء اللي هما الحوامل، هنا كيطيحوا في هذا الامر هذا. ولكن كنزيد نتاكدوا بلي انه ما كاين لا صلح لا هم يحزنون، يعني كتزيد تاكد لكم بلي انه هي ما عمرها غادي تصالح مع الام ديالها. هذا هو المقصود وهذا هو المضمون يعني في هذيك الخرجه ديالها، وهذه هي الخلاصه اللي خاصكم تعرفوها. دابا الاخوان غادي نمشيو وغادي نهضروا يعني في واحد النقطه جد جد مهمه اللي متشبته بلبنى والسبب ديال الغياب ديالها، وعلاش بالضبط ان هي مازال لحد الان انها ما خرجاتش. وما نساوش بلي انه خاصكم تعرفوا بلي ان هي كتقاتل بغات باش انها تخرج بشي لايف ولا بشي حاجه، وبالخصوص ان هي واحد الانسانه اللي يعني ما كتسمح حتى في شي فرصه الا جات لها ما غاديش تزقلها، بالاعتراف ديال الصديقات ديالها وبالاعتراف ديال الانسان اللي كانت كتمشي معاها واللي بات عندهم في الدار، وبلي انها كانت كتقول لها حكا خاصك تخدمي سواء يعني ما تشوفيش في الوقت سواء كان الوقت متاخر من الليل، فانت غير خرجي وديري اللي بغيتي. فراه اليوتيوب كيبقى ديما هكذاك، الناس كيبغيو غير الجديد. مهم بالنسبه للاخوان يعني السبب اللي خلى لبنى باش انها يعني مازال تكون غايبه، يعني مازال ما خرجت حتى شي حاجه، كيقولوا بعض الاخبار بلي انه تم يعني سرقه القناه ديالها، او لا بالنسبه للقناه ديالها مازال لحد الان مازال ما وصلاتش ليها هي، وبالخصوص ان البيسي قالت لك حكا بلي انه هو راه خاسر، وبلي ان الهاتف ديالها حتى هو راه داتو عند المعلم لانه ترسلت ليه في الشو ديالو، يعني على اساس اللسان على الناس اللي كانوا شاهدين اللي شافوها، يعني على اساس ذاك المعلم اللي كاين حدا يعني العجوزه عنده فاش حطات التليفون ديالها. فبالنسبه لهذا الامر هذا من بين الامور اللي خلاو لبنى باش انها تكون غايبه دابا حاليا في اليوتيوب لان ما كتساقلش. وما نساوش انها حاليا يعني كتحرك التحركات ديالها في الكواليس، وكيقولوا بلي انه هي يعني قحمات يعني الاخوات ديال سعاد كاملين وحتى سميره حتى هي دخلاتها في هذا الموضوع هذا الاخوان، اللي اكيد انه غادي تكون شاخضه ديال بصح.
فكما قلت لكم الاخوان، ان بالنسبه للحقيقه ديال سرقه القناه، فهذه مجرد يعني هضره اللي كتقال، اللي اكيد انها ماشي صحيحه. لان صعيب انك تجي تاخذ واحد القناه ديال واحد الانسان اخرى، الا وانها مازال لحد الان مازال ما قرباش ولا توصل للقناه ديالها، الا كانت هي بغات باش انها تخلي هاد الامور هادو، وتخلي المتتبع يكون متشوق للاخبار ديالها ويكون متشوق للحدث ديالها، باش انهم هي تشرح لهم الطريقه التفصيليه للواقع اللي وقعات لها، وهي بغات باش انها تستغل عاوتاني داك الوضع. وبالخصوص حنا كنعرفوا بلي ان ديك الانسانه يعني ما كتسمعش حتى لشي حاجه، ولكن فاش غادي تخرج في شي فيديو الاخوان ولا في شي لايف، غادي تطلع المشاهدات ديالو بصح، لانه الناس يعني متشوقين وباغيين باش انهم يعرفوا مال ديك الانسانه. ولكن عاوتاني كنزيدو نتاكدوا بلي ان يعني داكشي اللي كان وقع ليها يعني كارثي، وبلي انه هي وقعت في واحد المأزق صعيب بزاف، وصعيب انها يعني تبان على اساس المتتبعين ديالها يعني بداك المنظر اللي وقع لها. المهم هادشي كامل الاخوان كيبقى مجرد يعني هضره كتقال، يعني كتراوج يعني في اليوتيوب، وبارطاجيتها معكم وتقاسمتها معكم الاخوان. نتمنى انني نكون خفيف ظريف على قلوبكم، ونتمنى اللي مازال ما مشتركش في القناه انه يشترك في القناه ويفعل ميزه زر الجرس باش يجيكم كل جديد. وما تنساوناش الاخوان ديروا لايك الفيديو، واحد التعليق يكون تحفيز، وما تنساوناش من البارطاج ديالكم، بارطاجيو لنا هاد لا فيديو ديال اوسع نطاق ممكن باش انه يوصل كاع الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. وشكرا على المتابعه والى اللقاء.